انا عندي 26 سنة. ومتجوزة صالونات من كام شهر. وجوزي عنده 38 سنة. اوكي، يعني 26 و 38. ماشي. حاسة انه مقفول من ناحيتي، معرفش ليه. اتكلمت معاه، مفيش اي رد فعل او رد مفيد. مش حاسة بفرحة اني اتجوزت خالص، وكنت راسمة عيشة غير دي خالص ليا. لكن هو بعيد عني، رغم اني والله بعمل له كل حاجة وما قصرتش. بس هو بارد جدا في مشاعره قوي معايا، وبخيل قوي. عمره ما قال لي كلمة حلوة من يوم ما عرفته. عمره ما قال لي كلمة حلوة. طيب، يعني ولا في فترة الخطوبة ولا في حاجة، مفيش اي كلمة حلوة قالها لك، ولا انت قلتيله، ولا اي حاجة. انا بحاول اعمل كل حاجة تعمل تغيير في البيت، زي الاكل ولبس. حتى قلت له ارقص لك انت جوزي ومش عيب. قلت يمكن يحس، لكن رد فعله كان غبي وتجاهلني. وقال لي انا ما بحبش الرقص اصلا. حتى لما بيرجع من الشغل لقاني عاملة قعدة رومانسية وورد وشموع، لازم يقلبها نكد. مش بيهتم بيا. نفسي مرة يتصل ويبقى ملهوف عليا. في مرة بقول له انت اتأخرت وحشتني، قال لي ماشي. انا اتخنقت من برود مشاعره. اشتكي لاهله ولا اعمل ايه؟ ولا هو الجواز كده؟ لا، هو الجواز مش كده. عندك كذا حاجة ممكن يكونوا هما اللي عاملين الايه البعد ده عندكم انتوا الاتنين. يعني انتي اتجوزتي جواز صالونات، تمام. اتجوزتي من كام شهر، مش كتير. يعني بقالكوا شهور لسه متجوزين، يعني ما بقالكوش لسه فترة وبدأتوا تعرفوا بعض. فانتوا دلوقتي لسه في بداية جوازكوا، بقالكوا شهور ومتجوزين صالونات. فما فيش حب بقى ولفلفة ومشاعر والكلام ده كله، تمام. وبعدين تكير كده جامد جدا، لان احنا فرق السن اللي انت بتتكلمي فيه ده يعني صولات وجولات بقى، صولات وجولات. ليه بقى؟ انت 26 وهو 38. طيب، 26 38 يعني في فرق ما بينكم 12 سنة. 12 سنة دول فيهم يعني لعب جامد بقى، لعب جامد. انت في اول المشاعر، ويعني احنا من العشرينات بنقول بقى المشاعر واللفلفه والبتاع عند الشباب والبنات، تمام. وبعدين التلاتينات و35، يعني 30 كده لغايه 5 تبدا الدنيا تهدى، ويبقى يخش في فتره ايه النضوج بقى. نضجنا وكبرنا وبقينا ايه جامدين جدا، تمام. المشاعر بتكون قلت بقى، واللهفة والكلام والحب والكلام ده كله بيهدى في فترة التلاتينات ده، تمام. فاحنا دلوقتي هو دخل في مرحلة ان هو بدأ يبقى النضوج، تمام. يعني 38 ده عدى ال 35، تمام. فدخل في مرحلة النضوج والروقان. ده كده ايه يعني باشا، فاهمة؟ يعني ده واضح ان هو ممكن يكون مر بحب ومشيش معاه الحال، ما اتفقوش، بعدوا عن بعض. فهو كرف موضوع الحب ده خالص، وقال لك لما ابقى جاهز ابقى اتكلم في جواز. وده بيؤكد عشان هو كمان دخل الجو الصالونات على طول. يعني انتوا اتقابلتوا، راح لكم في البيت، شفتوا بعض، دي كويسة، طب يلا نكمل، طب يلا اتجوزنا. طب وانتي بتقولي من ساعة ما عرفنا بعض ما قديش كلمة حلوة. يعني احنا ما كانش في كلام حلو، وبعدين لما اتجوزنا راح. يعني مش اتغير، لا، ده هو من اول ما انتي عرفتيه هو بهذا الوضع. انتي في مرحلة عمرية مختلفة، عندك المشاعر والحب لهيب الحب بقى والكلام ده كله، تمام. وعايزه بقى تعمل انت راسمه لنفسك حياه. طبعا انا معاكي فيها، كلنا مرينا بالمراحل دي، وعايزه ترسمي بقى حياتك ويبقى فيه الرومانسيه والحب والكلام ده كله. ولكن هو خلص المرحله دي،
هو خلصها، يعني دخل هو في مرحلة النضوج خلاص. هو دلوقتي بنيجي في وقت من الاوقات من لا مش الحب والبتاع هو ده اللي يعني بيمشي البيت، لا هو شايف ان احنا ما دام انا مسؤول والبيت ماشي والدنيا حلوه، يبقى معنى كده ان انا الحب شغال. انا بعبر عن حبي بالحاجات الماديه، مش كلام. مش بقول انا بحبك او ان انا او انتي وحشتيني او لا، انا بجيب الحاجات اللي البيت محتاجها، انا بعمل الناقص. البيت مش محتاج حاجه، من انتوا عايزين تخرجوا نخرج، عايزين نسافر نسافر، عايزين نعمل. ففي ناس بتوصل لمرحله النضوج انها لا يعني. وغير كده، غير كمان مرحله النضوج، ان في ناس ما بتعرفش تعبر. يعني قصه الرومانسيه دي عندهم ممكن تبقى ساعات شويه صعب حبه، او ما بيشوفش مثلا حد في الاهل ما الكلام ده ما بيتقالش او فبيبقى شايف ان انا الحب بالنسبه لي مواقف. انا اقف جنبك لما تكوني محتاجاني، انا اشوف انتي بتحبي ايه انا اعمله، انا بعمل بسوي بيبي الكلام ده كله. فالحب مواقف او الحب افعال بيبقى اكتر شويه عند الناس، عند بعض الناس. غير انه كمان هو وصل زي ما قلنا ان هو وصل في مرحله نضوج، مش في دلوقتي، مش في مرحله ان انا احبك واكلمك في التليفون وانتي وحشتيني وانا هجيلك بسرعه. لا، هو مش في المرحله دي دلوقتي. انت بتتكلمي لحد 38، لازم تحطي ده في الاعتبار. تمام. انا هنصحك دلوقتي بايه بقى؟ هو الجواز مش كده ماشي، بس انتوا عشان انتوا فرق السن ما بينكم كبير، فهو ده اللي عامل الازمه دلوقتي. انت دلوقتي يعني انتهز الفرصه ان انت انا دلوقتي لسه، انت بتقولي انا لسه متجوزه بقالي شهور، تمام، واتجوزنا صالونات ولسه ما عرفناش بعض. اعرفيه دلوقتي، اعرفيه عشان انت بتتعاملي مع دماغ. حاولي تعرفيه، تعرفي دماغه بقى، هو بيحب ايه في دماغه. يعني بيحب ايه، عايز يعمل ايه في شغله، عايز يعمل في ايه في حياته، عايز يوصل لاي مرحله. بيحب يقرا، بيحب يخرج، بيحب يتفرج على كوره، بيحب كذا، بيحب كذا. ما تعمليش الحاجات، انت فرملي الحاجات اللي هي معروفه عند كل الناس، ان انا بعمل له اكل وبلبس له وبرقص له وبعمل له ما اعرفش ايه ده، عشان ده مش هينفع معاه الكلام ده، مش هينفع معاه. تمام. انت لازم بقى تعرفيه هو، تمام، وتتكلمي معاه. وكويس ان انتوا اتجوزتوا، ان انت هتعرفي من غير ما يتكلم كمان، لان انت هتشوفي الحاجات اللي هو بيحبها بيعملها. يعني مثلا انا بحب الجيم مثلا، فهتلاقيه هو يعني مواظب على الجيم، كل يوم بيروح. معنى كده ان هو بيحب الجيم. ذاكري الجيم وذاكري الموضوع، ولو انت حابه تروحي معاه الجيم روحي معاه. تفتحوا حوار مع بعض في حاجه هو بيحبها، مش تفتحي حوار في حاجه معروفه للناس كلها ان هي دي عشان الجواز وخلاص. يعني هو ما بيغريهوش الاكل، ولا بيغريه اللبس، ولا بيغريه الرقص. مش هو زي كل الناس. تمام. فانت حاولي تعرفيه بقى. يعني اللي انتوا كان المفروض تعملوه في فتره الخطوبه، ان انتوا واضح ان انتوا اهتميتوا، يلا نجهز الشقه ويلا نجهز المعرفش ايه، والفرح هنعمله فين، وفستان العروسه ايه ومش عارف. كل الفيلم اللي البنات والولاد بيتشغلوا فيه ده، واضح ان انتوا اتشغلتوا فيه وما اتكلمتوش انتوا حابين تعملوا ايه في حياتكم. هو بيفكر لحياته ازاي، انت بتفكري لحياتك ازاي. انت بتقولي انا كنت مفكره ان انا ورسمه حياتي بطريقه معينه وخدتي صدمه. تمام. عشان انت ما اتكلمتيش معاه فيها، ما قلتيش انت عايزه تعيشي حياتك ازاي، ولا هو قال لك انا عايزه اعيش حياتي ازاي. فاعرفيه تاني من الاول وجديد، واديله فرصه كمان هو كمان يعرفك، تمام، ويعرف انت بتحبي ايه. علشان لو هو ما بيعرفش يقول بحبك، يعمل الحاجه اللي انت بتحبيها، اللي بيها يقولك انا بحبك. انا واحده في منتصف الاربعينات، طلبت الطلاق بسبب سلوكه الغير سوي وقله ادبه واهانته ليا. والحمد لله اتطلقت بقالي 7 شهور. دلوقتي انا حاسه بحب تجاه شاب اصغر مني في منتصف العشرينات، ومتعلقه بيه جامد،
وهو بيعتبرني اخته الكبيرة. انا اعترفت له بحبي. قال لي ممكن لو كان في ظروف تانية كان ينفع، بس دلوقتي ما ينفعش. اولا لاني صاحب اخوكي، وثانيا عشان عيالك، انت عندك اولاد كمان. تمام. وسنك ده ما يفرقش معايا، بس علاقتنا مستحيلة. انا حاولت اطلعه من دماغي وقلبي ومش قادرة. قبل ما حد يقول كلام مش حلو، احنا ما حصلش بينا اي تجاوزات، وانا عارفة ان علاقتنا مستحيلة. طب كويس ان انت كمان عارفة ان علاقتنا مستحيلة. وان ممكن ما يكونش حب بجد، ومجرد احساس بالحرمان من الحب واحتياج للاهتمام، بس مش عارفة اعمل ايه. يا ريت نصيحة. هي دلوقتي عايزة مننا نصيحة. هو مش يعني الموضوع اللي بينكم مش حب، يعني الموضوع اللي بينكم ده مش حب. هو بيعتبرك اخته الكبيرة، ممكن يسألك، ممكن يستشيرك في حاجة، ممكن كلام زي دون، ولكن انتي اللي عندك المشكلة، انتي اللي عندك. ممكن هي قالت في وسط الكلام، انا حسيت ان هي فاهمة اللي عندها كويس، لان هي بتقول وان ممكن ما يكونش حب بجد، ومجرد احساس بالحرمان من الحب واحتياج للاهتمام. طيب، هو فعلا اللي عندك ده كده، يعني اللي عندك اللي انت حاسه بيه من تجاه الشاب ده مش حب، هو احساس بالحرمان. وانتي بس مجرد ما جه حد قال لك كلمتين حلوين، انتي جميله، انتي ما اعرفش ايه، هو ممكن بيشكر فيكي، يعني او بيقول كلام من الذوق او من الادب او من كده، انه يقول لك كلمتين حلوين علشان لطيف وانسان ظريف والكلام دون. فانتي بدأتي تحركي مشاعرك على طول تجاهه، علشان انتي حاسه بقله اهتمام وقله حب. تمام. فانا عايزه اقول لك النصيحه، انتي ابداي اشغلي نفسك بحاجات تكون مناسبه للسن بتاعك. يعني شوفي مثلا لو انتي عندك كان في اشغال يدويه كنتي بتحبيها، ابداي اشغلي نفسك بيها. اي منتج انتي كنتي بتحبي تعمليه، ممكن دلوقتي يعني اي ستور نعمل فيه اونلاين، نعمل فيه اي منتج ونبيعه. ممكن كمان مثلا تشتركي في نادي تطلعي فيه الطاقة دي وتقابلي الناس، ويبقى فيه مجتمع شبهك او الناس القريبين. برضو هتحسي ان في تجمعات من الناس بيبقوا بهذا السن او بهذا الوضع او كده. يعني لما بنخش احنا اماكن زي النوادي والحاجات دي، بيبقى فيها كده يعني ناس مثلا اللي هم الشباب والبتاع بيلعبوا، والاطفال في حمامات السباحة، وبتلاقي مجموعة تانية قاعدين بيتكلموا وبيسمعوا أغاني والكلام ده كله. فهتلاقي المجتمعات اللي فيها السن مقارب لسننا أو لسنك، وهتقدري إن انتي يعني يبقى في تفاعل بقى ما بيننا ومن بعضينا. وممكن تلاقي في التجمعات دي أو في الأماكن دي الشخص اللي هو برضو من سنك ويكون قريب منك، ويكون ظروفه مناسبة لظروفك. هو قالك احنا ظروفنا مش مناسبة لبعضنا، فهو فعلا انتوا ظروفكم مش مناسبة لبعض، واللي عندك ده مش حب، ولكن هو نقص اهتمام ونقص حب. فاحنا انتي بدأتي تعوضيه على طول بان انتي اول واحد قالك كلمة حلوة، حتى لو هي كانت من باب الذوق او من باب الادب او الكلام اللطيف، انتي خلاص خدتيها بمحمل الحب والكلام ده كله. فانت لو شغلتي نفسك بحاجة حلوة تقضي فيها وقت لطيف، انت اهم شيء شوفي الهوايات اللي عندك ايه. حتى لو انت مثلا بتحبي تقري، بتحبي كده، ممكن تجيبي حاجات تقريها، كتب، تعملي اي شغل اونلاين، كتابة، تترجمي حاجات او كده. يعني فكري انت بتعرفي تعملي ايه وهتلاقي. او تعالي تابعينا برضو، يعني ننبسط مع بعض، نقعد نرغي مع بعض، وقولي لنا برضو كومنتاتك كده واتفرجي على القصص بتاعتنا، وقولي كومنت شوفي انت حابه تقولي ايه رايك، برضو نقول راينا. فخليكي في الايه يعني في النطاق بتاع الناس اللي قريبين من سنك، عشان حتى هتلاقي احنا فرق السن ده ما بيننا وما بين الاخرين بيبقى عامل فجوه في التعامل. ولكن اما نقرب سننا من التعامل مع الناس القريبه من سننا، هنلاقي ان احنا
اللي بنكلمه ده حاسس بينا، فاهم نفس الجيل، بيبقى فاهمين بعض، بنبقى بنسمع نفس الاغاني، بنحب نفس الحاجات، حتى لو في الذكريات بنفتكر الذكريات مع بعض، كنا بنشتري ايه حاجات حلوه، كنا بنعمل ايه، كنا بنسوي ايه. ففي مجتمعات بتبقى دي لطيفه، هنقضي فيها وقت حلو، هتشغلي وقتك فيها. فانتي اشغلي وقتك بحاجات مفيده، وكمان حاجات ترفيهيه تطلعك من الايه، من التفكير ده. في حد بعت لنا بيقول انا عندي مشكله غريبه شويه. انا لما بعزم اهل جوزي عندي بياخدوا باقي الاكل اللي باقي من العزومه وهم ماشيين، سواء بقى لحمه او فراخ اللي كنت عاملاه. وانا طبعا في الظروف دي ببقى مكتره في الاكل شويه، بقول يقعد يومين واترحم من وقفه المطبخ. انا والله مش ببص على اكل او شرب، بس بستغرب الحركه. كل ما حماتي تيجي او اخواته الاقيهم يطلبوا الاكل يتلف ليهم، هم اللي بيطلبوا الاكل يتلف ليهم. طيب واللي ما جاش العزومه مثلا يطلبوا نشيل من اللي موجود وياخدوا وهم ماشيين، هو ده عادي؟ طيب بصي هقولك على حاجه، هو عادي لو هو بيحصل مع بقيه الناس اللي في الاسره دي كلها، تمام؟ يعني ازاي؟ يعني انت بتروحي عند حماتك، فانتي واخوات جوزك وكل الناس اللي بتبقى موجوده بعد العزومه بيطلبوا اكل ويتلفلكوا وبيتلفلكوا اكل وانتوا ماشيين، تمام؟ او لا، لو يبقى ماشي، يبقى كملي على هذا المنوال. بتروحي عند اخت جوزك، تمام؟ بعد ما بتخلصوا العزومه وانتوا ماشيين بيطلبوا برضو يتلفلهم اكل، وكلكم بتاخدوا اكل وانتوا ماشيين، تاخدوا بقيه الاكل وانتوا مروحين برضو، ولا لا؟ ولا لا؟ لو يبقى تمام، يبقى هي العيله كلها كده بهذا النظام. عشان ايه؟ احنا مش فاهمين يعني، هم قعدوا كلوا، تمام، هم من النوع اللي بيتكسفوا ما بياكلوش، فعشان كده وهم ماشيين بيطلبوا. بس يعني اللي بيتكسف وما بيعرفش ياكل قدام حد مش هينفع يطلب وهو ماشي يلفلي الاكل اخده معايا. يعني هي انا جيت اظبطها لقيتها مش ظابطه. يعني في ناس بتتكسف انها تاكل قدام حد مثلا، او انها مثلا هي تاكل حاجه بسيطه وبتاع وتروح قايمه، يعني ما تاكلش، فاهمه؟ فانت ممكن لو الاكل اللي بيرجع في المطبخ اكل كتير وهم ما كلوش، فبيطلبوا اكل بقى ياخدوا وهم ماشيين، عشان هم مثلا مش هيروحوا يعملوا اكل بالليل او يتعشوا او كده. بس هم يعني انت مش ملزمه بالعشاء، انت عازماهم على غدا، فهم جم كلوا الغدا وتمام. مش ملزمه بالعشاء. بس لو احنا اسره مع بعضينا وكلنا بنعمل مع بعض كده، انت بتروحي عند حماتك فبتديكي اكل وانت ماشيه، بتروحي عند اخت جوزك بتديكي اكل وانت ماشيه، هم عندهم ده عادي وده عرف، يبقى خلاص هم بيعملوا معاكي حاجه زي اللي بيعملوها مع الباقي، مع الكل. ولكن بقى تعالي بقى عند الحته دي، ولكن لو انت لوحدك اللي بتعمل معاكي كده يبقى ده كده في حاجه غلط. لان مش ده العادي. لو انا عازمه حد او احنا عازمين حد، تمام، بيبقى على العزومه اللي احنا عازمينها دلوقتي، والناس بتاكل عادي، مفيش حد بيتكسف دلوقتي، كله بياكل، ما عندوش اي مشكله. عازمه جوزك، عازمه اخوات جوزك، عازمه حماتك، عازمه كده عادي، بنيجي ناكل، احنا مش غرب يعني، هم ما هماش غرب عشان يتكسفوا ان هم ما ياكلوش او يبقوا محرجين ان هم ياكلوا او حاجه، عشان نلف لهم اكل ياخدوه معاهم بالليل. فانت لو مش العادي ان ده بيحصل، تمام، يبقى ممكن تعملي حاجه، يعني قللي بقى كميه الاكل، يعني اعملي على القد، مش تقللي ان انت ما تعمليش اكل كويس، لا اعملي اكل كويس، بس اعملي على عدد الانفار اللي هيجي. يعني هيجي 5 انفار، فانا هعمل لهم مثلا مثلا 2 كيلو مثلا من البانيه او مثلا كذا، فتعملي على قدهم، تمام. فبلاش بقى الكميات الكبيره اللي انت بتعمليها، فهم بيلاقوا فيه كميه كبيره عشان كده بيطلبوا وهم ماشيين، طب لف لنا بقى معانا واحنا ماشيين.
يعني مش طبيعي ان حد لو حتى هو ما اتكسف ياكل قاعدين على الترابيزه وانا اتكسفت اكل، فمش معقوله ما دام انا اتكسفت اكل وانا ماشيه اقوم طب لفي لي بقى الاكل اللي انا ما اكلتوش. فلو انت ده مش زي ما قلت لك بقى، لو هو مش العادي بتاع الاسره خلاص انت اعملي على قد الافراد. فجاي 3 افراد نعمل على قدهم، لو جاي 5 افراد نعمل على قدهم، بلاش بقى تعملي الكميات اللي انت بتعمليها الرهيبه دي. في حد بعت لنا بيقول انا متجوزه بقالي شهر، انا متجوزه بقالي شهر واحد. شفت على موبايل جوزي شات بينه وبين واحده من غير ما يعرف، بس الشات ممسوح. اللي فهمته انهم بيتكلموا فيديو وواخدين على بعض، وهي تعرف انه متجوز عادي. معرفش طبيعة العلاقة ايه. انا في صدمة ومش عارفة اتصرف ازاي. هو حد محترم وابن ناس ومتربي، ونعرف بعض من سنين. انتوا تعرفوا بعض من سنين واخدين بعض عن حب، وهو كويس معايا تمام. اعمل ايه؟ عاوزة اتصرف بعقلانية واديله انذار يفتكروا العمر كله من غير ما حد يعرف ولا اخرب بيتي. هو انتي عارفاه بقالكوا سنين تمام، يعني انتي بتقولي انتي وهو عارفين بعض بقالكوا سنين واخدين بعض عن حب، انتوا الاتنين بتحبوا بعض. طيب انتي شفتي شات ما بينه وما بين واحدة، وفي فيديوهات بتتكلموا مع بعض فيديو، وفي كلام ممسوح، شات ممسوح. طيب انتي عشان احنا مش عارفين كمان طبيعة العلاقة ايه، انتي بتقولي انتي مش عارفة ايه العلاقة دي اللي ما بينهم تمام، يعني انتي بتقولي معرفش طبيعة العلاقة ايه اللي بينهم. وبتقولي انا في صدمة ومش عارفة اتصرف ازاي. طب احنا كمان مش عارفين ايه طبيعة العلاقة. يعني انتي بعتلنا السؤال ناقص. يعني اقول لك على حاجة، انتي اتكلمي معاه عادي تمام، وافتحي حوار، وبلاش ان في الحوار ان احنا واحنا بنتكلم نقول مين دي الست اللي على موبايلك اللي مش عارفه. يعني حوار ناس محترمه، وسؤال عادي جدا، انا شفت مثلا على موبايلك واحده اسمها كذا، هي دي مين؟ خلاص ما دام هو انسان محترم وانتي عارفاه، وانتوا عارفين بعض بقالكوا سنين وواخدين بعض عن حب، يعني معنى كده ان انتوا في ما بينكوا علاقه حب وفي كلام وفي حوار. يبقى قبل ما نتصرف اي تصرف نؤخذ عليه او نعمل بيه مشكله ونكبر الموضوع تمام، نفهم دي من الاول. يعني انت مش عارفه ايه طبيعه العلاقه، واحنا كمان مش عارفين طبيعه العلاقه. هي ممكن تكون علاقه عاديه جدا وهم بيتكلموا مع بعض في شغل تمام، وهي عارفه ان هو متجوز، وانت ما عندكيش بقى في الشات ده اي حاجه بتقول ان هم في علاقه وحشه ما بينهم وبين بعض، لان في كلام ممسوح. احنا كمان مش قادرين نتوقع يعني هي العلاقة اللي ما بينهم هي علاقة حاجة وحشة ولا حاجة كويسة، ولا هم علاقة شغل، ولا هم علاقة ايه بالظبط، ولا هي واحدة مثلا بره مصر والتواصل ما بينهم بيتكلموا مع بعض بالفيديو علشان ده يعني ده الوضع الطبيعي مثلا، او ان هم يعني في ناس بتتكلم صوت او بتتكلم، لان الشات بيبقى رخم، فبنتكلم صوت احسن او بنتكلم فيديو علشان نشوف بعض ونتكلم. لو هي مثلا بيدور على شغل بره مصر او بيعمل حاجة معينة او هي بتساعده في حاجة او كده، او مثلا يعني بياخد مثلا او بيدرسوا حاجة مع بعض، او يعني ما احنا مش فاهمين اصل هي ممكن يكون العلاقة ما بينهم اي حاجة، لان انت ما وضحتيش هنا العلاقة ما بينهم حاجة وحشة. حاجة وحشة ليها حل، ولكن احنا اصلا مش عارفين هي ايه العلاقه ما بينهم. فانت يستحسن ان انت الاول تتكلمي معاه، تقولي له تساليه سؤال عادي جدا، هي مين دي؟ وانا شفت على موبايلك مثلا واحده اسمها كذا، دي مين؟ وايه العلاقه اللي ما بينكم اللي انتوا بتتكلموا بيها فيديو تمام؟ هيقول لك دي بعض 1 2 3 4 تمام. طبعا من رد الفعل انت هتبداي تفهميه، انت عارفاه، بتقولي بقى انا ده احنا بقى عارفين بعض وسنين وبتاع ومش عارف ايه وواخدين بعض عن حب. لو كان بيكذب هيبان تمام. يعني لو كان الكلام فيه كذب انت هتعرفي انه بيكذب خلاص،
تقدري، لا بص هات من الاخر كده وقول لي ها الصراحه ايه، عشان ايه احنا صراحه مع بعض. فقول لي الصراحه ايه. ها هيقول لك الصراحه 1 2 3 4. لو في غلطه هيقول لك واحد ده انا غلطت وحصل كذا كذا وخلاص. تمام. طيب الوضع ايه؟ الوضع 1 2 3. طب ده هنعمل ايه؟ هنكمل ازاي؟ انت عايز تعيش حياتك وانا ارجع لاهلي، ولا عايز نعمل ايه؟ لا مش هتعمل. خلاص لا تمام. لو هي بقى موضوع تاني غير الحاجة اللي احنا دماغنا فيها، مش الحاجة الوحشة، تمام. ده في شغل ما بيننا وما بينها، واحنا بنفتح فيديو علشان احنا بنعمل شغل 1 2 3 4. تمام. هو ده صحيح، انت عارفة شغله وعارفة الوضع وعارفة ان هو شغله ممكن يبقى محتاج ان احنا نفتح فيديو عشان نتكلم في 1 2 3 4. يبقى خلاص تمام، انت فهمتي ايه العلاقة اللي ما بيننا. لا ده احنا بنذاكر مثلا في تدريب حاجة معينة عشان مش عارف ايه، فهي مثلا بنذاكر مع بعض لغة او بنذاكر مع بعض حاجة معينة. تمام. يبقى فهمنا ايه الوضع ايه، واسمعي منه كل حاجة وعلى اساسها اتكلمي معاه. طب انت لو احنا طلعت الحاجة الوحشة اللي احنا بنتكلم فيها، خلاص طب يا ابن الناس انت مش عايزني وعايز تمشي انت كده على حل شعرك وتعرف ستات وتعيش حياتك وامشي انا اروح على بيت اهلي، ولا نعمل ايه؟ لا والله انا كذا كذا ودي غلطه والكلام ده كله، عايزه تلمي الموضوع. طب ما انا ممكن اقول دلوقتي لخالك ولعمك بس انا ممكن ما اعملش كده لو انت قفلت القصه دي كلها وما نتكلمش مع الناس دي في حاجه تاني، وما نروحش لو هي علاقه مش كويسه واحده مش كويسه. كبري قولي انا ممكن اروح اقول لخالك وعمك وعيلتك والكلام ده كله لو هو الكلام ده يخوفه. يعني شوفي ايه اللي يخوفه وخوفيه بيه علشان تدي الجرس الانذار اللي انت بتقولي عليه. تمام. لو هي بقى علاقة شغل او علاقة مذاكرة او حاجة معينة يعني اي نوع من انواع التعامل تانية، تمام. خلاص لو انت اتأكدتي منها تمام، خلاص يبقى احنا فهمنا قبل ما نركب يا مواطن احنا رايحين على فين. انا كنت متجوزة وربنا كرمني ببنوتة، بس ما حصلش نصيب، يعني خلتني ما اقدرش اكمل في الزيجة دي مع الشخص ده، وانفصلت عنه واخدت بنتي وعشت مع امي وابويا. تمام. كان سني ساعتها 20 سنة، لما كان بنتي عندها سنة. تمام. يعني الطلاق ده حصل، كان البنت عندها 20 سنة، الزوجة كان عندها 20 سنة والبنت اللي هي خلفتها كان عندها سنة. تمام. أهلي رفضوا أقعد كده واتجوزت تاني، طبعا هي يعني سنها لسه صغير. لكن جوزي اشترط عليا إن البنت تفضل مع أهلي، فسبتها وهم بيعاملوها كويس، وقلت بدل ما تتربى مع راجل غريب، ودي بنت برضو. تمام. يعني دلوقتي البنت عايشة مع الجد والجدة. طيب. لكن بنتي على طول متأثرة بغيابي وعلى طول عياط، وأنا بيتي بعيد عنها مش بينفع تيجي كتير، ولو جت بتمسك فيا وتعيط وبتبقى مش عايزة تمشي، وجوزي رافض تبات معايا، وأبويا بياخدها علشان ما تخربش عليا. المشكلة دلوقتي إني حامل من جوزي التاني ده. تمام. أنا دلوقتي سني 25 سنة وتعبت من غياب بنتي، وأهلي مش عايزين أتطلق تاني، وبيقولوا لو اتطلقتي تاني مش هنربي الطفل الجديد ولا البنت، واحنا البنت محافظين عليها، مش عارفة أعمل إيه. تمام. طيب انت كده عندك مشكلة كبيرة جدا، يعني هو الموضوع انت يعني مش عارفة ليه الاهل طيب ما ظبطوش الحوار ده مع الزوج التاني، ان يبقى فيه برضو امكانية ان بنتك تروح لك. يعني اصل ما البنت دلوقتي يا جماعة دي انت سبتيها عند اهلك وهي سنها سنة، السن ده من سنة وانت دلوقتي سنك 25 سنة، يعني هي بقى عندها مثلا دلوقتي 5 سنين او 6 سنين. السن ده البنت مرتبطة بالأم جدا، يعني سواء كان بنت أو ولد بيبقى مرتبط بالأم جدا، يعني ده سن الطفولة.
مش عارفة ليه الزوج يعني مشادد قوي على ان احنا يعني تيجي ما تباتش وانتوا بعيد عنها وما بتجيش كتير. يعني هو سن الطفولة ده سن صغير، وقت قليل جدا هتقضيها، هتبقى ماسكة فيكي شوية، وبعد كده خلاص هي البنت كده كده هتبقى مشغولة بقى في أول ما تدخل المدرسة وتبقى في عندها دراسة والكلام ده كله. الموضوع بقى هيبقى مش يعني مش هتبقى واخدة وقت كبير ومأثرة على انها تبقى واخدة وقت منك اللي هو وقت الزوج، وانتي كمان حامل دلوقتي. بصي هقولك على حاجة، انت دلوقتي طبعا هي شوية البنت دي هتبقى نفسيتها وحشة، وهتبقى طبعا يعني مش عايزة اقول هتتعقد، عشان انت دلوقتي انت بعيدة عنها والاب كمان بعيد عنها، فولا ابوها. يعني انا مش عارفة انت ما ذكرتيش في الرسالة اذا كان هي بتروح للاب او لا. يعني هل الاب محتضنها وبرضه واخدها في حضنه علشان البنت ما يبقاش فيه انها حاسه ان هي اتحرمت من ابوها واتحرمت من امها دلوقتي. واضح ان باباكي ومامتك شداد جدا، لان هما يعني انت اتجوزتي مثلا 18 19 سنه وقعدتي فتره وخلفتي البنت وبعدين اتطلقتي، وبعد كام سنه اتجوزتي تاني. مش راضيين تقعدي لوحدك، اتجوزوكي تاني وانت خلاص اوكي اتجوزتي. يعني ممشيه الحياه برتم كده، حاسه ان انتي مالكيش يد فيه. انتي بتتجوزي زي ما اهلك بيقولوا اتجوزي، حصل مشكله اتطلقتي رجعتي تاني اتجوزتي، عشان اقولك ما ينفعش تقعدي كده. حاولي تتكلمي مع جوزك التاني ده شويه وتفهميه ان البنت محتاجالك. البنت يعني عشان نفسيتها ما تبقاش معقده، عشان ما تبقاش متضايقه انها اتحرمت من ابوها وامها. حاولي ان ابوها، كلمي ابوها، او اذا كان والدك ووالدتك يقدروا يكلموا الاب ويفهمون البنت برضو محتاجاله، ان هو لو هو مقصر مثلا معاها وما بيسألش عليها، يعني يخلوه ياخد باله ان هي البنت محتاجاه، فيجي برضو يزورها علشان يبقى هي تحس ان انتوا الاتنين قريبين منها، ما فقدتكوش انتوا الاتنين مرة واحدة. يعني فجأة فقدت الاب والاب بعد خالص، وفجأة انت كمان اتجوزتي وبعدتي خالص. ف انا يعني حاسه بيكي طبعا. انا حاسه الرساله بتاعتك انت منهاره، وان بعاد البنت يعني مأثر فيكي وكده. اتكلمي مع جوزك وخدي ودي معاه، وحاولي تقنعيه واحده واحده ان هو يتقبل البنت واحده واحده. مشكلة عندك ان انت لو يعني الحمل اللي جاي ده هيبقى ولد، ممكن الزوج يعني يزمزق اكتر، ويعني يبقى مثلا قلقان برضو من وجود البنت مع الولد، ولكن هم لسه هيبقوا اطفال مفيش منهم مشاكل. بس اهم شيء حاولي تقنعيه انها تيجي تقعد معاكي وقت اطول شويه، وواحده واحده ممكن يقتنع. يعني ممكن يعني يتفهم لما يبقى اب. يعني لما هو هيبقى اب او هيبقى عنده طفل ويبقى حاسس بقى بان الطفل ده عزيز عليه ازاي، ساعتها ممكن هيبقى حاسس باحساسك انت كمان ان بنتك بعيدة عنك. اتكلمي معاه وما تيأسيش، وان شاء الله ربنا هيوفقك يا رب. حد بعت لنا بيقول انا زوجي متوفي ومعايا بيبي صغير. بابا اقنعني اسيب شقتي الايجار وابيع عفشي واروح اقعد معاهم، وعملت كده. بعت العفش الكبير وخليت الاجهزة والحاجات اللي محتاجاها، سبتهم في اوضة عند اهلي اللي بنام فيها دلوقتي. تمام. بابا مصمم ادفع من معاش جوزي معاهم في الفواتير النور والمية وايجار، عشان مستغلية اوضة كبيرة في الشقة. قلت له من الاول كنت سبتني في شقتي براحتي، ليه بعد ما بعت كل حاجة تدفعني من معاش ابني اليتيم؟ انا كده صح ولا غلط؟ اوكي. طيب، هو يعني مش قصة ان صح او غلط، هي القصة ان احنا يعني بنيجي نعمل ترتيبات معينة على
على وضع معين والدنيا بتبوظ مننا. انا مش عارفه يعني هو في عارفه اللي هو جيت الم الجاكيته البنطلون ضرب. في حاجه حصلت. جينا نلم الجاكيته البنطلون ضرب. فاحنا ما عرفناش نكمل الدنيا لاخرتها يعني يعني هو بابا ماشي. في طبعا احنا عندنا في مصر لسه مجتمعات شرقية بنفكر ان البنت مثلا بعد ما بتتجوز وزي مثلا لا قدر الله بيحصل مثلا انفصال او بيحصل مثلا انها بتبقى ارملة او حاجة زي كده، جوزها بيتوفى رحمة الله عليه. يعني ما بنسيبهاش لوحدها، ما بنحبش انها نسيبها لوحدها علشان بتبقى مطمع شوية. الناس بتبقى بقى شايفة دي واحدة لوحدها طالعة ونازلة وعاملة وايه مش كل الناس بتفكر ان مادام دي ست محترمة وعايشة لوحدها وعندها اولادها وبتجري عليهم او بتشتغل وبتصرف عليهم. في ناس طبعا نفوسها ضعيفة بتبقى حاطة الست دي في دماغها وتضايقها. فبابا جابك تقعدي معاه علشان التفكير ده ماشي، ولكن لما يدفعك في البيت بقى ايجار ونور وميه وايجار اوضه عشان انتي مستغليه اوضه عندهم، ده وضع يعني مش مستوعباه شويه. عشان بقى ده مش من طبيعتنا يعني، ده مش حاسه ان هو طبيعه الغرب شويه، مش طبيعنا يعني. مش طبيعنا ان احنا ندفع ولادنا. اوكي ممكن مثلا انتي لما تحسي ان انتي بقى يعني انتي بقيتي لود عليهم او بقيتي مثلا حمل عليهم تقيل، فممكن انتي تساهمي من نفسك وتقولي طيب انا مثلا هساهم عشان خاطر مثلا انت بابا شايلني خلاص، او انت وانا بنتك وكل حاجه، ولكن ابني مثلا مش مسؤوليتك، فانت بابا مثلا خد المبلغ ده كده كل شهر، انت مثلا يعني لو في حاجة زيادة تقدر بتجيبها لنا او كده تبقى هات من المبلغ ده. انما مش هو اللي يصمم ويفرض عليكي يقولك ادفعي في النور والمية والكهرباء وادفعي ايجار ايجار اوضة. طب هو صحيح بياعك عفشك ليه وبياعك حالك ليه؟ ما انت كنت قاعدة في اوضة ايجار يعني. احنا كنا قاعدين في اوضه ايجار وكنتي بتدفعي الايجار كده كده اوريدي، وكان عندك عفشك وحالك وكل الكلام دون. و يعني هنسيبها ليه ونيجي نقعد بقى ندفع ايجار عند بابا؟ طيب بصي، انت ممكن دلوقتي خلاص انت اللي حصل حصل تمام يعني. ما مش هنحاول نعدل حاجه باظت يعني. اللي حصل حصل يعني. انت حاولي بقى تعتمدي على نفسك شويه، لان واضح ان بابا مثلا يعني ممكن الظروف مش احسن حاجه ان هو يبقى متحملك 100% او حاجه زي كده. فاذا كان يعني يظهر قدامك مثلا، عشان لو انت شايفه بقى ان هو يعني عيشتك انت معاهم مش هتقدري تخليكي، اهم شيء ان انت تركزي مع تربيه الولد، تربيه طفلك اللي انت بتتكلمي عليه دون. اهم شيء ركزي في ان انت تربي الولد تربيه كويسه، وان انت يعني ينشأ وايه ويتربى وانتي تبقي متابعه تربيته، ما تبقيش انتي مشغوله بقى في مشاكل بابا ومشاكل ماما ومشاكل النور ومشاكل الميه والايجار والفيلم الازرق ده. يعني انت كنت عايشه في شقه وكنت بتدفعي ايجار وعندك عفشك وحالك وقاعده بتربي ابنك. بابا قال لا ما ينفعش الوضع ده يحصل ولازم تيجي تقعدي معايا. اوكي رحتي قعدتي معاه. هتخشي بقى في حوارات وتشغلي دماغك بان انت تدفعي ايجار واوضه ونور وميه وهتكمل ازاي لبقيه الشهر والفيلم ده كله. خرجي الكلام ده كله بقى من دماغك. واذا كان انت حاسه ان المعاش او الفلوس اللي بتجيلك مش هتبقى كافيه علشان تقدري تعيشي كويس، حاولي تشوفي شغل او تشوفي حاجه اي مشروع تعمليه ومن دخله شوفي اذا كان انت يعني الوضع عندك مش الوضع اللي هو الاب او العيله بتصر ان البنت ما تقعدش لوحدها علشان نظرا انها اتطلقت او انها بقت ارمله والكلام ده. لو في امكانيه ان انت ترجعي تشوفي تاني مثلا شقه قريبه منه في اخر الشارع مثلا، في شارع قريب منهم، بحيث ان انت بقى تبقي يعني كده كده هتبقي يعني هو شايفك ومطمن عليكي وكده، وانت كده كده بتدفعي ايجار يعني، بتدفعي نور معاهم، بتدفعي ميه معاهم، بتدفعي ايجار اوضه. كل الكلام ده بتدفعيه، يبقى كده كده هتدفعي. بشوفي شقه ايجار جنبيهم صغيره على قد كده، تقدري ان انت تركزي في تربيه ابنك. يعني اهم شيء ان انت الفتره اللي جايه تركزي في تربيه ابنك
وتطلعي انسان يفيد المجتمع ويفيدك، ويبقى انسان صالح ان شاء الله يا رب، ويبقى انسان بار بيكي يا رب ان شاء الله. انا متجوزة من 13 سنة ما شاء الله. تمام. وعندي 3 اطفال ما شاء الله ربنا يخلي. اخو جوزي توفى من 20 يوم. الله يرحمه يا رب. تمام. ومرات اخو جوزي المتوفي نبهت على عيالها يقولوا لجوزي يا بابا، وبتتعمد تعمل حركات مع جوزي تستفزني. ده في شغل جامد هيحصل. تمام. طيب ماشي. وبتتعمد تعمل حركات قدامي مع جوزي تستفزني بيها، وبمجرد ما اطلع انا وجوزي شقتي تبعت عيالها ورانا تقول لهم روحوا لبابا. وتعبت من تصرفاتها ودايما بتخانق مع جوزي بسببها. اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ ماشي. طيب انتي اتحطيتي في موقف صعب، يعني انتي كده، انا بتخيل الوضع، انتوا قاعدين في بيت عيلة عشان هي انتوا تطلعي شقتك انتي وجوزك، وهي تبعت الولاد من تحت تقول لهم اطلعوا لبابا. انتي كنتي عايشين مع بعض انتي وجوزك، وتحت طبعا الاخ التاني والاخوات والكلام ده كله، وطبعا الحما والحماقة في الدور الاول. تمام. طيب انتي ليه مضايقه نفسك؟ وليه بنتخانق ليه؟ لا ما تتخانقيش خالص. تتخانقي ليه يعني؟ هي انتي بتقولي انا دايما بتخانق مع جوزي بسببها. اعمل ايه؟ لا انتي ما تتخانقيش، انتي ما تكبريش المواضيع، وخلي خلي كل حاجه يعني تاخد يعني منهجها، تاخد وضعها. يعني ده وضع لا جوزك هو سبب فيه، ولا حد له يد فيه. ده فجأة خلاص في حد توفاه الله، الله يرحمه يا رب. زوجته بقى بدأت تعمل حاجات وتتقرب من جوزك، وبتعمل حاجات تستفزك بيها. انتي تمام اوكي. لو هي حطت ده في دماغها، ويعني عايزة تلفت نظر زوجك، طب ما هي قدامه بقالها فترة اصلا، وهو الموضوع ما هواش في دماغه حاجة. وبعدين انتي خليكي واخدة وضعك، انتي الزوجة، انتي زوجة، وزوجة معاه بقالك 13 سنة بتقولي، وانتي زوجته. تمام. وانتوا مثلا واخدين بعض عن حب، او حتى يعني لو حتى زواج تقليدي، فانتي زوجة وعندك 3 اولاد وقاعدة معاه بقالك 13 سنة، فانتي خدي وضعك. بلاش تكبري المواضيع وتحطيها في حجم غير حجمها. هي يعني بتستفزك بحركات، بكلام، بطريقة، بتبعت ولادها، بتعمل، بتسوي، الكلام ده كله. انتي ما تديش اهمية للكلام ده كله. لو هي عايزة تعمل مشكلة ما بينكو، انتي ما تساعديهاش. انتي بتتخانقي معاه ليه بسببها؟ انتي على فكرة كده بتساعديها. لو هي عايزة تعمل حاجة غلط وبتفكر تفكير مش كويس، فانتي بتساعديها توصل بخناقك معاه مع جوزك بسببها. تمام. فاحنا ما نعملش كده خالص. احنا نعمل ايه؟ انتي وضعك، انتي زوجة من 13 سنة، عشرة وعشرة عمر. تمام. تركزي وتهدي، ها، وتحافظي على جوزك بيحبك. تمام. عندك 3 اولاد، فانتي زوجة وام. فهو مش ولا هو باصص لها عشان هي عندها اللي مش عندك، ولا هي يعني، ولا انتي حتى يعني في اطفال وكل حاجة. تمام. تمام. انتي بقى الفترة اللي جاية ما تديهاش اهمية، وانتي اهم شيء اهتمي بجوزك، اهتمي بيه وخليكي قريبة منه، وما نعملش خناقات بسببها. هي فترة وهتعدي. هي دلوقتي بس ممكن يكون عندها هي تفكير معين، انها حزينة وست لوحدها، والراجل جوزها مات، وعايزة الناس تهتم بيها، وعايزة ان احنا كلنا نتعاطف معاها والكلام ده كله. ماشي، خلينا نتعاطف كلنا، وانتي تعاطفي معاها كمان، عشان دي ست اصلها جوزها مات وسابها لوحدها. تمام. تعاطفي معاها، وخلي جوزك يبقى قريب، ويبقى
ياخد باله من الولاد، وهي والاولاد بيقولوا له يا بابا، وخليهم يقولوا له يا بابا، ما تكبريش الموضوع. تمام. ولو هي حاجه في دماغها وانتي خلاص خدت وقتها وعدت، عدت خلاص، ما كبرناهاش. تمام. واهم شيء انتي تفضلي قريبه من جوزك، ما تكبريش المشاكل وتتخانقي معاه، لان انتي كده بتعملي مشكله. انتي كده انتي اللي بتديها فرصه انها، لو هو مش واخد باله من انها بتلفت نظره بحاجات او بتعمل حاجات او الكلام ده كله، انتي بتلفتي نظره وبتتخانقي معاه مع حاجه هو ما عملهاش، هي اللي عملتها. تمام. افهمي كويس. انت وضعك كأنثى، ووضعك كزوجة، ووضعك كأم أولاد، ليكي وضع. خدي وضعك وما تقلقيش ان في حد يجي ياخد منك حاجة. مفيش حد يجي ياخد منك حاجة. ولو وصلنا حتى للسيناريو البعيد اللي انت خايفة منه، بتاع ان الاب اللي هو العم ساعات بيتجوز مرات الاخ، يعني اللي هو بيبقى الاخ توفى، فاحنا مش عايزين نسيب الاولاد بتوع الاخ دول ان هم يتربوا مع حد غريب، وان الزوجه كده كده هتتجوز يعني، فكده كده هيجوزوها لجوزك يعني. تمام. حتى لو وصلنا للسيناريو ده، انتي ما تقلقيش من اي حاجه، لان انتي كزوجه اولى وكأم اولاد عندك 3 اطفال، فانتي واخده كرسيكي وواخده وضعك. انتي قاعده ومستريحه وواخده كرسيكي وواخده وضعك. لو هو حصل الكلام ده، حتى لو هي اتكلمت فيه او هي اشارت ليه من بعيد لبعيد، او حتى الكبار اتكلموا فيه، تمام، وحتى لو حصل ما تقلقيش منه. ليه؟ لان انتي واخده وضعك، انتي الزوجه الاولى. لو حتى اتجوزها، ما هي اتجوزها عشان خاطر حاجه، عشان خاطر حاجه حصلت، عشان خاطر وضع احنا اتحطينا كلنا فيه بالغصب. يعني في حصل وضع، الراجل توفى والست دي بقت لوحدها. ده وضع حصل ان احنا مش بايدينا، يعني ما حدش له يد فيه، وما حدش له يعني مش ترتيب بحاجة معينة، ولكن ترتيب القدر. خلاص حصل اللي حصل. أنا متقدم لعروسة دكتورة ما شاء الله، بهدف إنها تصرف معايا بعد الجواز. ماشي على طول يعني. انت صريح. انت جامد. ماشي، طب نكمل. بهدف انها تصرف معايا بعد الجواز، لان زي ما انتم عارفين الظروف والغلاء. طيب، وكمان تبقى واجهة اجتماعية وام مثقفة للاولاد فيما بعد. ماشي. طيب احنا دلوقتي يعني بنتكلم، ده لا في حب ولا في اي حاجة، احنا داخلين بنعمل يعني تقييم للموقف، و بنقيم الموضوع بالعقلانية. يعني انا حاسه كده ان الموضوع متقيم عقلانيه جدا، مفيش اي مشاعر في الموضوع ده. ده داخل جواز صالونات وبيقيم الموضوع عقلاني. فهو ليه اهداف معينه، انا بحترمه ان هو دي اهداف بيدور عليها، ولكن هي اهداف شويه فيها كلام يقال. ولكن نكمل عشان نشوف هو عايز ايه بالظبط. بس اهلها طالبين شبكه 150,000 ومؤخر 100,000. طيب، بيقولوا انهم كل بنات العيله عندهم كده، وان دي دكتوره، وان معاها دراسات عليا. وانا خايف بصراحة ادفع كل ده، وبعد الجواز ما توافقش انها تساعد في مصاريف البيت. اوكي، انت عندك مشكلة في مصاريف البيت، يعني ده موضوع مؤرقك وانت مركز فيه. طيب، تفتكروا ممكن تقولي ان الست ليها ذمة مالية منفصلة والكلام ده، ولا احسن اتجوز واحدة تقعد في البيت اريح لي؟ رأيكم ايه؟ طيب، بص، انت شكلك تاجر، ها، وداخل تحسب الحسبة، هي الحسبة دي هتبقى ربحانة ولا الحسبة دي هتبقى خسرانة؟ مش يعني جواز وعشرة
ومودة ورحمة والكلام ده. يعني الكلام ده مش جاي معاك. الكلام ده سكة ودغري مش جاي معاك. انت داخلة محسساني ان انت بتحسب الموضوع. انا هخش الحتة دي هنربح وربنا يكرمنا فيها، يلا بينا. ما جابتش معانا، طب يلا نشوف الناحية التانية، ولا رأيكم ايه؟ تمام. مبدئيا انت ايه، نرجع لورا. يعني نسيب الدكتورة دي في حالها ونرجع لورا كده مع نفسنا، وتقعد تفكر تشوف انت عايز ايه. تمام. ولو انت داخل جواز بعقلانية وما عندكش قصة ان انت بتفكر في حب ومودة ورحمة والقصة دي كلها، وداخل تشوف انت هتدفع ايه وهتاخد ايه، يعني احنا داخلين الجوازة وعايزين نشوف احنا هنربح ايه من الجوازة دي. يعني انا هدفع كذا وادفع كذا وادفع كذا، 150 ألف شبكة و100 ألف مؤخر. وبيقولوا ان اخواتها كلهم او بنات العيلة كلهم كده، ودي دكتورة هم مقيمين بنتهم. كل الفيلم يعني انا شوف بس يعني القصة كلها دلوقتي قلبت ان احنا بنقيم الحاجات ماديا. في جملة انا يعني استوقفتني جامد، بتقول لي وانا وكمان انت دلوقتي هتاخد حاجات، بتقول ايه، انا اخترت انها دكتورة، انا متقدم لعروسة دكتورة بهدف انها تصرف معايا بعد الجواز، لان زي ما انتم عارفين الظروف والغلاء، وكمان تبقى واجهة اجتماعية. انت واخد دلوقتي واجهة اجتماعية، تمام، وام مثقفة لاولادي. انت بتقيم الموضوع ماديا وفعليا، وكل الحاجات بتحطها وبترصها قدامك كده، ايه المميزات، 1 2 3 4. دي واجهة اجتماعية، دي ام مثقفة هتقعد هتعلم الاولاد، ومش هتخليك انت محتاج ان انت تدي دروس خصوصية وتدي وتعمل وتساوي، لا دي هتقعد تذاكر الاولاد وهترحمك من حاجات كتير. ماشي، طيب ادفع لتحصل على البركة بقى. انت بقى حاسس ان هم ممكن بعد كده يقولوا لك ان هي تقول لك انا ليا ذمه ماليه منفصله، وانها ما تشاركش معاك في مصروف البيت، وان انت تخسر في الحته دي والموضوع يطلع معاك خسران؟ لا، يبقى انت ايه احسن، يعني احسن لك ان انت تبقى انسان صريح. قول لهم بقى من الاول، قول لهم والله انا نيتي ان انا واحده نتجوز انا واحده كده، وان انا عايز واحده تخش معايا تشارك بمصروف البيت. انا مش داخل، انا مش ناوي جواز، انا عايز مشاركه. انا عايز واحد يخش واحده تخش تشارك معايا. لان اللي انت بتتكلم فيه ده مش جواز. يعني هو يعني الرجال قوامون على النساء بما انفقوا يا جماعه. هو يعني انا مش فاهمه السيستم، في حاجه باظت، يعني في حاجه، السوفت وير نازل عليه في فيروس دخل في الدنيا ولا ايه؟ يعني حد يقول لنا حاجه يا جماعه، عشان الدنيا باظت مننا كده. يعني احنا بنربي ولادنا ازاي؟ يعني هل الولد ده اهله ربوه ان انت داخل جوازه هتعمل صفقه زي البيع والشراء، التجاره اللي انت بتبيعها في الشارع؟ دي مش بيع وشروه، دي مش صفقه. دي مش صفقه، انت مش داخل تبيع وتشتري وتشوف ايه المميزات اللي هتاخدها وايه العيوب اللي هتطلع لك، فانت هتشرب البيعه دي ولا هتعمل فيها ايه؟ لا. يعني بلاش تحسوني ان في فيروس دخل في الدنيا ولازم نعمل سوفت وير جديد ونظبط السيستم علشان الناس بتفكر بطريقة مختلفة. الجواز مودة ورحمة يا جماعة. يعني فين المودة والرحمة؟ دول راحوا فين؟ محدش بيفكر فيهم ليه؟ كله داخل بيفكر انا هكسب ايه من الجوازه دي، وهي هتكسب ايه من الجوازه دي، وانا اخد منه وادفعه دم قلبه، وهو لا انا مش خايف احسن ما تصرفش. دي ما بقتش جوازه كده. انت عايز حد يخش يشارك معاك في البيت، ويلا نصرف مع بعض ونعمل شراكه. مش عايز تتجوز كده، انت ما بتفكرش في جواز. يعني عشان بس اوضحها لك، يعني انا كده بوضح لك اللي انت عايزه. اللي انت عايزه ده ما اسموش جواز. انت عايز حد يخش يعيش معاك في البيت شريك، انت تدفع وهو يدفع. ولكن جواز مودة ورحمة وفي شرائع سماوية بتقول انت تعمل كذا وهي تعمل كذا، ده مش في دماغك. ده مش ترتيبك اللي انت حاطه في دماغك خالص، مش السيستم. السيستم اللي عندك بيقول ايه؟ انت هتخش تدفع ايه؟ ادفع 150 ألف شبكة، وادفع 100 واكتب 100 مؤخر،
ولا تفتكروا انها اما نتجوز تقولي لا انا ليا ذمه ماليه لوحدي ومش هصرف في فلوس البيت، في مصروف البيت، يبقى انت كده خدت البيع خسران. لا بص، ما دام انت كده صريح مع نفسك خليك صريح مع الاخرين. قول لهم انا نيتي واحد اتنين تلاته، وهم لو كانوا عايزين يعملوا معاك كده، عايزين هم الاخرين عجبهم الكلام بتاعك، خلاص احنا عايزين نخش شراكه، واحنا هناخد منك ال 150,000 شبكه، وهتكتب ال 100 مؤخر، وهم كده هيبقوا ربحانين هم الاخرين، ونيتهم ان احنا داخلين جواز نكسب منه ايه ونعمل ايه، والتفكير التجاره اللي انت بتتكلم فيه، ها، ولقوا ان هم كده هم كمان ربحانين هيخشوا معاك. لو لقوا ان هم مش ربحانه معاهم هيقولوا لك لا والله احنا من نيتنا مش كذا، احنا دي بنتنا ليها ذمه ماليه معينه وخلاص، يبقى انت ايه، كنت صريح سكه ودغري كده، هاتها سكه ودغري بالاخر، عشان ايه تشو يعني برضو انت ما يحصلكش مشكله فيما بعد. فانا عشان اجي معاك سكه ودغري، انت خليك معاهم سكه ودغري وقول لهم انا نيتي ان هي تصرف معايا في مصاريف البيت. لو هم موافقين اوكي خير وبركه، لو مش موافقين يبقى خلاص، يبقى تروح بقى في الاخر تشوف واحده قاعده في البيت اريح لك. انا خطبت 5 مرات، 5 مرات ما شاء الله. ده هتخش الموسوعه ولا هتعمل ايه؟ طيب، انا خطبت 5 مرات، منهم الحلوه بس عنيده او عصبيه، ومنهم المرحه وبتهزر واقول هي دي وتطلع طماعه مثلا وما يعجبهاش حاجه، وبلاقي وقتها ان الانفصال احسن. بحس ان لو ما لقيتش البنت الكامله بالنسبه لي يبقى هفشل في جوازي. وقعدت فعلا 3 سنين بدون ارتباط. تمام. هو في كده يعني جملة أنا يعني شدتني شوية، بيقول لو ما لقيتش البنت الكاملة بالنسبة لي، أنت بتدور على الكمال. طيب تعالوا نكمل. هو دلوقتي قعد كمان وقعدت فعلا 3 سنين بدون ارتباط. ماشي، أنا عندي 28 سنة وعندي الشقة وعندي العفش كمان ودخلي كويس. طيب بسم الله ما شاء الله. اتعرفت على بنت محترمة جدا واتقدمت لها، بس شكلها مش عاجبني، ومش دي الشكل والملامح اللي بحبها اصلا. بس هي طيبة جدا وبتصلي، واهلها مش مخليني احس باي هم، ومجوش عليا في اي حاجة تذكر. بس كل شوية الاقي نفسي بحس اني مش مرتاح، لاني بحب ملامح معينة في البنت زي ضحكتها ونظرتها، ودي طبيعة اي انسان. تفتكروا اكمل وبعد الجواز هتعود ويبقى اللي شاغلني معاملتها وطريقتها وحنيتها، ولا هفضل دايما حاسس ان مش دي الحاجة اللي كنت بتمناها؟ طيب. انت بتدور على الكمال. انا احب اقولك ان الكمال لله وحده، لو انت ما عندكش المعلومة. لو انت جاي متأخر لسه ما عندكش المعلومة، الكمال لله وحده. يعني صعب جدا ان احنا نلاقي كل الحاجات اللي احنا بندور عليها في دماغنا، كل المميزات اللي احنا بندور عليها، المؤدبة والمحترمة واللي بتعرف ربنا واللي بتصلي واللي أهلها واللي عاملة واللي مسوية وي 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 وشكلها وطولها ووزنها مش هنلاقي كل ده. كله ده مرة واحدة كده اوبشن، يعني اخد الباكج كده كلها على بعضيها، يعني اعمل لك حاجة تفصيل لو انت عايز. لو انت عايز انا ممكن اعمل لك حاجة تفصيل، بس انا ما وعدكش انها تطلع مظبوطة زي ما انت عايز. لان احنا كلنا فينا عيوب. اهم حاجة انت وانت قاعد مع نفسك الاول فكر كويس انت عايز ايه. انت لما بتدخل علاقة، وانت ده باين في كلامك، انت بتقول انا خطبت 5 مرات، بتخش تدور على العيب. يعني انا حاساك كده بتخش تدور هو انا هاخد الخازوق فين. يعني مشكلتها فين البنت دي؟
فبتقعد تشوف المرحة والجميلة واللذيذة يعني انت قعدت تعد بتقول الحلوة والعنيدة والعصبية والمرحة واللي بتهزر، وبعدين اقول هي دي تطلع طماعة، تطلع مش في انت مش يعني في عندك الدنيا مكعبلة شوية. بص عايزة اقولك تعمل حاجة دي هتريحك جدا عشان تقدر انت تاخد قرار كويس. واحنا بنرتب المميزات وبنرتب العيوب لازم نعمل ايه؟ مميزات حلوة، مميزات اوبشن دي فظيعة، مميزات جامدة، تمام. وهكذا بالنسبة للعيوب، عيوب محتملة، عيوب عايزة تتعدل علشان احنا ما نقدرش نتحملها طول الوقت، عيوب ليفل الوحش ما اقدرش اتحملها لازم اسيبها وامشي. الحاجات دي واحنا بنحطها مع نفسنا بنحطها للبنت والولد. يعني البنت وهي بتدور على الشخص اللي هو الشريك لازم نحط الحاجات في مكانها، المميزات فين والعيوب فين. المميزات لازم نعملها ليفلات، لان المميزات ما ينفعش اقول احط ميزة حلوة زائد ميزة قبة واقول الاتنين زي بعض، لا، دي ميزة متوسطة ودي ميزة جامدة جدا. كمان نفس الحاجة بالنسبة للعيوب، يعني ما ينفعش اقول مثلا دي ما مثلا مش عارفة وهي بتتكلم بتعمل مش عارف حركة مش عارف تعمل ايه، خلاص بتضايق منها وهي بتعمل الحركة دي مثلا وهي بتتكلم، ودي خاينة. هل العيبين دول يبقوا يتوازنوا؟ وخلي بالك ان انت بتدور على الشكل متغير، الشكل مش بايدينا، الشكل مش حاجة احنا دلوقتي الناس بتلعب في الشكل وعندنا بقى ما شاء الله، يعني لو دخلنا في القصة دي هناخد صولات وجولات والحلقة مش هتخلص. والناس اللي بتنفخ الناس اللي بتنفخ والناس اللي بتشد والناس اللي بتعمل كل الكلام ده موجود، تمام. ونقدر ان احنا ناخد واحدة ونظبطها زي ما احنا عايزين الشكل اللي احنا عايزينه، ولكن مش هو ده اللي هيعيش معانا، مش هي دي اللي هتعيش معاك وهتربي عيالك وهتعمل وهتسوي والكلام ده كله. وبعدين انت مش مقيم المميزات اللي انت قلتها كويس. المميزات اللي انت قلتها في البنت اللي انت بتتكلم عليها دي مميزات يتمناها اي شاب، بيدور عليها اي شاب. انت يمكن عشان وضعك الاجتماعي او وضعك المادي دلوقتي انت وصلت لوضع ان انت وانت بتدور على البنت اللي انت راسمها في خيالك الشكل اللي انت عايزه ورسمه، خدت وقت شوية مع نفسك، فوصلت لدرجة من الدرجات ان انت وصلت الوضع المادي ان انت بقيت مرتاح ماديا. دلوقتي الشقة بقت موجودة، العفش موجود، الحالة المادية كويسة، فانت الحمد لله ما انتش يعني الناس اللي انت دخلت عليهم ولقيتهم ناس طيبين مش محملينك اي هم ومش جايين عليك زي ما انت قلت بنفسك كده، انت بتقول ايه؟ مش جايين عليا في حاجة، تمام. دي ميزة لا تقدر بثمن، لازم تتحط في ليفل الوحش في المميزات، واخد بالك؟ يعني بس انت حاططها وانت مش مقدرها، مش وازنها كويس. لان اي شاب لسه في مقتبل العمر غيرك هيلاقي الميزة دي موجودة في اهل بيدوروا على زوج كويس لبنتهم وانسان محترم ويراعي ربنا فيها، وما ما يتعاملوش معاه بان هو داخل يبيع ويشتري فانت هتدفع كام وهتشيل بقد ايه والكلام ده كله. ده معظم الشباب داخلين دلوقتي مع اهالي، يعني الا من رحم ربي بيبقى معظم الناس بتتكلم بالناحيه الماديه. فلما انت تتكلم وتقول واهلها مش مخليني احس باي هم ومش جايين عليا في حاجه، دي ميزه لازم تحطها في ليفل الوحش، دي ميزه لازم تحطها في ليفل الوحش. البنت طيبه وبتصلي وبتعرف ربنا، طيب انت عايز ايه اكتر من كده؟ لو انت حتى سبت البنت دي وقعدت تدور على الملامح اللي انت عايزها، ايش ضمنك ان هي دي لما انت تقابلها
ممكن ان احنا اصلا في البدايه ما نقابلهاش الملامح اللي انت بتدور عليها دي، تمام؟ وممكن نقابلها، تمام؟ وممكن ترضى بينا وممكن ما ترضاش هي بينا، تقول لك لا ده انت انا بدور على شكل معين، انت الشكل اللي انت شكلك مش ما ينفعش معايا، لا 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 لا، انت شكلك مش عاجبني، انا بدور على ملامح معينه في الراجل، عايزه الملامح اللي هو دقنه مش عارف ايه، واللي وشه معرفش ايه، واللي حاجبه مش عارف عامل ايه، واللي عامل ايه ضحكتها ونظرتها اللي انت انا مش بتفه او بسفه من الحاجات اللي انت بتدور عليها، ولكن الشكل يا جماعه مش حاجه ندور عليها تبقى هي دي الحاجه المهمه اللي انا ادور عليها في العريس او في العروسه، في شريكه الحياه او في شريك الحياه. الشكل متغير، الشكل ربنا اداهولنا، احنا ملناش يد فيه، احنا ما عملناهوش. انا شكلي كده مش شكلي يعجب حد وشكلي ما يعجبش حد تاني. الناس بتختلف حتى في الشكل، ممكن انت تشوف واحده حلوه وناس تشوفها لا مش حلو، ممكن واحده تشوف واحد شكله حلو وناس تانية تشوفه لا ده مش حلو. فالشكل ده احنا حاجه متغيره مش ثابته، ممكن بعد شويه ملامحها تتغير وما تبقاش نفس الشكل اللي كان عاجبك. ممكن لا قدر الله ناس بتبقى شكلها كويس وبيحصل لها لا قدر الله مشاكل، لو مرض او حاجه، فالشكل بيتغير. الشكل مش حاجه انا ليا يد فيها، الحاجه اللي انا اقدر امسكها المميزات اللي انت كتبتها دي. الشكل بقى انا اقول لك على اهم حاجه بقى، انت بس ايه، انا عايزاك تطفي لمبه الشكل دي شويه وتطفي الاحلام اللي انت منورها في مخك، تمام؟ في احلام اليقظه واحلام البتاع، وانا نفسي في بنت شكلها وعينيها وبس ضحكتها ونظرتها وبسمتها والكلام ده كله، اوكي ماشي. ممكن نطفي اللمبه دي شويه عشان تعرف تاخد قرار هتعمل ايه. لازم تطفي اللمبه دي شويه وتركز مع البنت اللي انت خاطبها دلوقتي. هتركز معاها ان انت معاك مميزات كويسه في ليفل الوحش، انت معاك ناس محترمه، اهل بنت عايزين راجل وعايزين زوج لبنتهم، مش بيبيعوا بنتهم بيع وشروه. قيم الميزه كويس، حطها في مكانها الصح. انت مش مقيمها في مكانها الصح علشان انت دلوقتي بقيت مرتاح ماديا، ولكن لو واحد في بدايه طريقه هيقول لك انت معاك ميزه ما حصلتش. خلاص قيمت الميزه دي كويس، قيمت الميزه ان البنت محترمه وطيبه وحنينه والكلام ده كله، ماشي. هنقيم بقى ايه ان انت مرتاح لها او لا. انا عايزاك تقعد معاها مره واثنين وثلاثه واربعه، ودي وقت، ودي لنفسك وقت كويس جدا ان انت تقيم انت مرتاح معاها او لا. بمعنى ان انت تتقابلوا وتقعدوا تتكلموا وتفتحوا حوارات وتتكلموا فيها. انت بتقعد وتتكلم فاهم وبتسرح وبتروح وبتيجي وبتخشوا في مواضيع وبتخرجوا من مواضيع وبتتكلم وبتاخد وتدي معاها ومش متضايق من حاجه، خلاص يبقى تمام، يبقى انت تكمل. لا انت لما بتقعد معاها شويه بتتضايق ومش مرتاح ومش عايز تكمل، ويا رب اقوم بقى انا هقوم اروح امتى. انت لما بتقعد تتكلم معاها هتقيم حاجه معينه، ايه هي الحاجه؟ ان انت بتقعد تتكلم وتسترسل وهي بتفتح مواضيع وانت بتفتح مواضيع وبتبقى حابب القعده معاها، ولا بتبقى بتفكر عايز تقوم تروح امتى. لو انت في الحاله الاولى ان انت بتقعد بتسترسل في الكلام وهي بتفتح مواضيع وانت بتفتح مواضيع ومكمل وقاعد ومش متضايق من حاجه وقاعد، يبقى كده انت خلاص هكمل. كمل في الزيجه دي، انت واخد بنت ما حصلتش، ربنا يكرمك بيها يا رب. لو انت بتقعد معاها وما بترتاحش وبتقعد تفكر انا هقوم اروح امتى، هتبص في الساعه كل شويه وتقول انا هقوم اروح امتى، يبقى انت كده مش مرتاح. يبقى انت تسيبها علشان يعني ما تظلمهاش معاك. هو ده المعيار اللي انت هتكمل بيه علشان تعرف انت قادر تكمل معاها او لا. ولو سمحت قيم المميزات كويس وقيم العيوب كويس، لان كلنا عندنا عيوب ولازم عيب تتحمله. لازم يكون هتلاقي عيب انت تقدر تتحمله، فكر فيه.